السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاي اعمل معاكم البصمات المقرمش الناشف، او زي ما في ناس بتسميه الباتون ساليه. اتعمل بمقادير بسيطة جدا وسهل خالص وهتحبوه. ان شاء الله هنستعرض المكونات مع بعض. معايا نص كيلو دقيق، ومعايا كمان نص كوباية زيت، وكوباية مية دافية للعجين، ومعايا دول معلقتين سمسم كبار، ومعايا هنا ديت معلقة خميرة فورية، ودي معلقة سكر، ودي نص معلقة ملح. يلا تعالوا نشوف هنعجن ازاي. انا كده حطيت الدقيق بتاعي اهوت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى دلوقتي بالمواد الجافة كلها، الخميرة والسكر والملح، وهحط من السمسم ده، مش هحطه كله، هحط شويه صغيرين وهسيب الباقي علشان هعمل بيه البصمات من فوق في الاخر قبل ما احطه في الفرن. هاخد بس شويه كده، قيمه معلقه صغيره، وهخلط كل المكونات دي كده كلها على بعض. هنزل بقى بنص كوبايه الزيت بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى ابس العجينه بتاعتي او افركها قدامكم كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هلفها الاول كده وبعدين ابسها بالشكل ده كده. فاكرين القرص اللي عملتها معاكم؟ كنت ببسها بالمنظر ده. لازم كل الزيت يخش في العجين في الدقيق بتاعي. هخلصها وهرجع لكم تاني. خلاص كده يا بنات، انا بسيت كل الدقيق بتاعي بالزيت بتاعي اهو. كل الدقيق اختلط بالزيت حتى لونه اختلف خالص، اصفر اهو. عايزه اقول لكم ما ينفعش نعمله بالسمنه خالص، علشان الزيت هو اللي بيقرمش البصمات بتاعي. هحط بقى دلوقتي الميه بتاعتي، هحط الكوبايه كلها بتاعتي، وابتدي بقى اعجن كويس جدا. ونجاح اي معجنات هو العجين الجامد الكتير اللي تفضلي تعجني في فتره طويله، وانا قلت الكلام ده كذا مره في كل الفيديوهات اللي انا عجنت فيها معاكم قبل كده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وافضل اعجن كويس. وكمان لو الدقيق بتاعنا احتاج ميه كمان هنحط له، يعني ما نعتبرش ان الكوبايه ديت هي المقدار اللي هنتقيد بيه. شايفين؟ عشان اقول لكم اهو، لسه حاسه ان العجين عايز يتلم بشويه ميه. هحط عليه شويه ميه وهكمله وهجيلكوا تاني. اهي يا حبايبي العجينه بعد ما خلصتها عجين، عايزه اقول لكم ان هي احتاجت على كوبايه الميه ربع كوبايه ميه كمان بالظبط عشان اوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي. العجينه ما تكونش لينه وما تكونش جامده، تكون كويسه في ايدك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها بقى دلوقتي كده، هغطيها واسيبها ترتاح، مش هسيبها تخمر. هي فيها خميره بس مش هسيبها تخمر، هسيبها بس ترتاح كده حوالي نص ساعه، وبعدين اجي اشكلها معاكم. اما مرحله الخمر هتكون بعد التشكيل ان شاء الله. استنوا يا بنات. العجينه بتاعتي ارتاحت خالص، هي سبتها نص ساعه بالظبط. هبتدي بقى دلوقتي اشكلها معاكم في الطبق ده كده. هقطعها بس الاول كلها مره واحده، وبعد كده اشكلها قدامكم. طبعا عايزه اقولك ان طريقه التشكيل بتختلف من واحده للتانيه. اللي هتقطعها بقى بطريقه معينه، بس في الاخر عايزين في الاخر نطلع شكل البصمات اللي هو الطويل. ايا كان بقى طريقه التقطيع بتاعتك او بتاعتي، المهم ان الهدف بتاعنا واحد. انا بعمل ايه؟ بجيب حته عجينه كده وبعملها في ايدي كده بالشكل ده كده، وبسيبها كده اهو. هرجع تاني افردها لحد ما تبقى صوابع طويله زي صوابع البصمات بالظبط، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كل واحده تقطعها بالشكل اللي يريحها زي ما انا قلت لكم، وتشكلها باي اسلوب، بس المهم ان في الاخر يطلع طويل. هخلص بقى كل الكميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بس يعني ايه، لازم تكون كل قطعه قد التانية بالظبط، علشان لما نيجي نفردها يبقى كلهم حجم واحد ومقاس واحد. بس يا بنات انا خلصت الكميه كلها بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هي زي الكور بالظبط، بس بدل ما هي مدوره بتكون مطوله كده شويه اهي. هبتدي بقى دلوقتي اوريكم انا هفردها ازاي. طبعا هفردها في المكان ده، طبعا هو نضيف جدا زي ما انتوا شايفين اهو.
بجيب القطعه بتاعتي كده اهو وبعملها كده. طبعا انت لو حابه البصمات طويل بتكبري القطعه شويه، حباه قصير بتصغريها، اللي يريحك برضو في شكل البصمات بتاعك اهو زي ما انت شايفه كده اهو. هركنها كده على جنب واجيب غيرها واعمل بالشكل ده كده. انا الحجم ده كده مناسب بالنسبه لي اهو. برضو هركنها كده على جنب واكمل. بسيط جدا وسهل ومش مستاهل ان احنا نروح نشتريه من المحلات، غالي جدا. نعمله في البيت ومش مكلف خالص اهو. انا كده عملت 3 معاكم، هكمل بقيه الكميه وهرجع لكم تاني. يا بنات انا خلصت الكميه بتاعته كلها كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقولك ان لازم يكون الطرف من هنا والنص والطرف التاني كله حجم واحد علشان ما فيش ناحيه تستوي وناحيه تتحرق. هعمل ايه بقى الخطوه دلوقتي؟ انا معايا هنا شويه لبن كده في طبق. هبتدي اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هبل ايدي كده منهم وامشي على البصمات بتاعي بالشكل ده كده اهو. حابه تعملي بفرشه اللي يريحك، حابه تحطي اللبن في بخاخه تكون نظيفه وتبخ كده على البصمات بتاعك اللي يريحك. انا بس بديكي الطريقه والفكره وانت تنفذي بالطريقه اللي تريحك. همشي كده باللبن اهو. اللبن ده بس مجرد ان هو يثبت لنا السمسم على البصمات بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خلاص انا هنا محضره معايا طبق زي ده كده اهو. هبتدي بقى اشيل البصمات بتاعي كده واحطه والفه بالشكل ده كده. هيقوم شايل معايا السمسم من كل الجناب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. حابه ما تكترش السمسم حط شويه صغيرين، حابه يكون مليان سمسم كده، احنا بنحبه مليان سمسم بالشكل ده كده، اطفالي بيحبوه بالشكل ده. هكتره عليه كده وهرصه بقى. هوريك الصاج بتاعي هرصه فيه ازاي. انا حضرت الصاج بتاعه اهوت يا بنات. في شويه زيت كده دهنته بيهم وده البصمات بتاعي بعد ما عملته كده بالسمسم. هبتدي بقى ارص كده في الصاج اهو. عايزه اقولك ان انت لما ترصيه في الصاج تسيبي بين كل واحد والتاني مسافه كده علشان تنفضيه برضو كده من السمسم وتحطيه كده عشان لما يخمر ما يلزقش ببعضه. هرص بقى الصاج كله وهرجع لكم تاني. طبعا السمسم اللي في الارض دوت اللي في ارضيه الصاج انا هشيله علشان ما يتحرقش. بس كده يا حبايبي انا خلصت الكميه كلها في الصاج بتاعي اهوت. لسه فاضل شويه هنقلهم في صاج تاني. بس عايزه اقول لكم ان السمسم اللي في ارضيه الصاج دوت انا هجيب منديل مطبخ كده وهبتدي القطه بيه كده واشيله كله علشان ما يتحرقش في الفرن. هسيبه بقى يخمر كده على وضعه لمده ساعه او ساعه ونص، لان مده الخمر بتاعته هي اللي هتديك النتيجه اللي هتعجبك ان شاء الله. اول لما يخمر باذن الله بعد ساعه ونص او ساعه على حسب بقى الجو اللي انت هتحطيه فيه يكون دافي، هحطه في فرن يعني يكون هادي جدا جدا. انا طبعا ما عنديش فرن فيه درجات، بس انت لو عندك الفرن اللي فيه درجات اكيد هتعمليه على اهدى درجه خالص. اعتقد ممكن يكون 160، بس انا هنا عندي الفرن بتاعي ملوش درجات. هحطه على درجه هاديه جدا علشان يستوي براحته كده ويقرمش، ما يبقاش يحمر من بره ويفضل عجين من جوه. لازم يستوي على الهادي علشان يكون مقرمش من جوه ومن بره. هسيبه بقى دلوقتي يخمر وياخد راحته وبعدين ادخله في الفرن، ولما يطلع من الفرن هاجي اوريهولك ان شاء الله. حبايبي البصمات بتاعي بعد ما طلع من الفرن شايفين انا كسرت واحده اهو وهكسرها تاني قدامكم. شايفين سامعين صوت القرمشه؟ ناشف جدا من جوه ومن بره. وعايزه اقول لك كمان يعني لونه حلو جدا زي اللي بنشتريه من بره بالظبط اهو. وزي ما قلت لك تحبي ترفعيه عن كده، تحبي تطوليه، تحبي تقصريه براحتك. انا بس اديتك الفكره واديتك الطريقه واللي يريحك. حلو جدا الصبح لما تكوني قايمه كده مالكيش نفس الفطار، حاجه خفيفه. اتفضلوا معايا بقى. انا عملت شاي علشان هشرب دلوقتي واغمس بيه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وتفعلي الجرس اللي جنب كلمة اشتراك علشان يوصلك كل اللي بقدمه أول بأول. وأسيبكم يا حبايبي في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.